كلها حبة وحلال. واللي يثبت ان احنا ادينا الواحد جنيه عشان ينتخبنا يقول لنا اها الحمد لله الحمد لله. بنقولها كمان مرة نقعد نشكر ربنا، ولكن بقول يا اخوانا وقت الاحتفال ما جاش، مش دلوقتي. احتفالنا هيكون يوم الاربع الجاي ده اللي بعده باذن الله. ماشي، يوم الاربع اللي جاي اللي بعده باذن الله. احنا عندنا اعاده يوم الثلاث والاربع اللي جايين 1 و2. اذا احنا مطلوب مننا ان احنا نحتفل، نأجل احتفالنا ونبدأ شغل من اول بكره. عندنا دلوقتي اصبحت مواجهه 1 ل1، مش 1 ل21. مواجهه شرسه يا جماعه، 1 ل1. واحنا بنحترم اي حد يجيلنا، واحنا برضو متسلحين بإيماننا بالله سبحانه وتعالى. لا لا لا، ونقول يا رب احنا مستورين بيك، احنا مستورين بربنا سبحانه وتعالى، ومستورين بعرق الناس الغلابه اللي حوالينا. انا مفيش حد بيمولني مليونير ولا راجل اعمال، انا مستور بالناس الغلابه بعد ربنا سبحانه وتعالى. واذا اذن ربنا لن يخذلنا، مش هيخذلنا ابدا ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا ماشيين في حلاله مش في حرامه. واحنا مش هنشتري اصوات، لان شراء الاصوات هو عباره شهاده زور. شهاده زور انت بتجيبها، تتخيل حضرتك انك بتشتري شهاده زور، مفيش امان. فانا بقول لكم يا اخوانا احتفالنا زي اذى ربنا هيجي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. اما من بكره نبدا نشتغل، واهلنا الدنها هيشتغلوا معانا، واصبحت المواجهه زي ما بقول لك 1 ل1. احنا كنا الاول تايهين مش عارفين ده مع مين ولا ده مع مين، فالدنيا كانت سايبه. فاصبحت الامور محدده، اصبحت الامور محدده في 1 و2. فبفضل ربنا سبحانه وتعالى بيكو وفضل ربنا احنا هيكون لنا الاولويه ان شاء الله بفضل ربنا، لكن بالعمل وليس بالطبل والزمر. لا، احنا من بكره نبدا نشتغل. طب نشتغل ازاي؟ نشتغل ازاي؟ نبدا من بكره ندعو في قلب مضيافه تتريب، معلش وانا بقول مضيافه تتريب، نبدا الانطلاق، وهيكون اخواتنا معانا اللي موجودين عشان نحط بكره نعمل ايه. هنستضيف، وانا اسف لو قلت استضافه، لان اتريب النهارده لو جه الاستاذ احمد منير او جه اخواتي كلهم، دي بلدهم ومكانهم، فييجوا بكره يشاركونا ويقول لنا هنعمل ايه. نحط خطه العمل بتاعتنا بعد المغرب. خطه العمل بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء افضل. بعد العشاء وتيجي الناس تحط تقول احنا عاوزين كذا كذا كذا. واحنا قبل انا ما اتكلم شخصيا، ناسي واهلي اللي في بنها واللي في بنها شامله يا حاج، بنها شامله يا حاج مجدي، بنها شامله. كلمه بنها ما بقول بنها شامله، ماشي. الشديه والمنشيه وسط البلد وعزبه السوق وكفر السرايا والفلل، كل المناطق دي وعزبه البرنس يحطوا خطه العمل اللي احنا هنشتغل بيها بكره. رجاله، لان سامي ابو وهاب اخر واحد يتكلم، لان انا مؤمن ان الشعب هو القائد والمعلم كما قال خليك الناس عشان كشاف. انتوا اللي تحطوا خطه العمل مش سامي ابو وهاب، لان انتوا زي ما قلت لكم انتوا القائد والمعلم زي ما قال الرئيس. ماشي يا استاذ احمد، استسمحك يا استاذ احمد.